تعالوا معايا في رحلتي للتخلص من النهم وان احنا نرجع اون تراك وناكل اكل صحي. مش عاملة دايت قاسي، هو كل الفكرة ان انا بحاول اكل صحي على قد ما اقدر، حتى لو كتير شوية، بس المهم ان هو يكون صحي ومفيد. ده الهدف بتاعي، وان اكلي يبقى فيه بروتين، لان انا في العادي بتاعي اكلي ما بيبقاش فيه بروتين خالص، او البروتين باكله بيبقى قليل جدا في الغدا بس. فانا بحاول اكل في كل الوجبات بروتين، وبحاول ان انا اظبط اكلي، مش اعمل دايت قاسي. انا النظام ده نزلني 10 كيلو في 4 شهور او 5 شهور. عارفة ان هي مدة كبيرة، بس انا زي ما قلتلكوا انا هدفي ان انا اكلي يبقى صحي ويبقى فيه بروتين حلو، يعني كفاية، مش ان انا اعمل دايت قاسي ومش فارق معايا اخس بسرعة او ما اخسش اصلا. المهم تبقى صحتي احسن. فان شاء الله هنزل لكم فيديو كل يوم، والفيديوهات دي انا عملتها عشان تشجعني على اني استمر. فده اول يوم، عشان انا قعدت فترة حوالي شهر ملخبطة الدنيا، وبصراحة متضايقة جدا. فقلت لا، انا هسجل اكلي كل يوم عشان التزم واتشجع بيكم. فيلا بينا بقى نشوف اكلنا ايه النهاردة. اول لما صحيت اخدت كوباية قهوة معها 3 تمرات ومعلقة سمسم، وطبعا بشرب كوبايتين مية كبار اول لما بصحى على الريق، وبعد كده بنزل بنتي المدرسة وبعمل القهوة دي. الفطار هو كتير شوية. انا في العادي ما باخدش نشويات في الفطار، بس انا كان مزاجي مش احسن حاجة، فعملت 2 فرنش توست حادقين، وفي وسطهم جبنة كريمي بالبسطرمة وجزرة وفلفل. رجعت اخدت كوباية قهوة و3 تمرات، وبرضو معلقة صغيرة سمسم بعد الفطار. جوعت على الساعة 12:30 واحدة كده، فعملت بيضة مسلوقة ومعلقة لبنة عليها معلقة صغيرة زعتر سوري وفلفلتين ونص. انا عارفة ان انا خدت النهاردة تمر كتير، بس مش مشكلة يعني. انا بحاول ارجع اون تراك تاني، فعادي يعني شوية لخبطة مش هيجرى حاجة. احسن ما اكل بار شوكولاته ولا حته سينابون ولا كيك، فيعني التمر اكيد افيد منهم كلهم، وعليه رشه سمسم برضو. والساعه دلوقتي 2 وبس، غالبا دي هتبقى السناك الاخراني، وبعد كده بقى الغدا او العشاء. هو بيبقى غدا وعشاء لانه بيبقى الساعه 6-7، ما باكلش حاجه من بعد كده لغايه تاني يوم الصبح. فانا عارفه ان انا زودت النهارده في التمر شويه، بس مش مشكله. الغدا بقى والعشاء هو الاتنين في واحد. طبق الكشري اللزوز ده، ودي تبقى اخر حاجه كلها النهارده في اليوم. اشوفكم بكره، وان شاء الله نظبط الدنيا اكتر ونقلل النشويات. اليوم النهارده كان نشويات من التمر كتير جدا، فان شاء الله نظبط اكتر بكره. بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتتابعوني عشان تشوفوا بكره هناكل ايه. باي.